التلج ده بقى محتاج مشروب سخن كده نعمله مع بعض يدفينا، فيلا نكمل مع بعض سلسلة مشروبات الشتاء. وهنعمل النهاردة حمص الشام زي بتاع الكورنيش، بس ده بقى طبعا هيبقى احلى وانضف منه بكتير جدا. قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفوني انا نسرين، متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا على الطريق. ده تقريبا اكتر من ربع كيلو حمص بشوية، فجبته ونقعته في المية لمدة 24 ساعة، وغيرت عليه المية مرتين 3، وده شكله زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده غسلته من ميه النقع وصفيته في حله. بقى هحطه واغطيه بالميه واحط عليه معلقه كبيره ملح ونص معلقه سكر، واقلبهم كويس واحطهم على النار تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع لحد ما الاقي الحمص استوى. بس ما تغطوش على الحمص عشان ما يوقعش على البوتاجاز بتاعكم. في الوقت ده بقى هجهز الخليط اللي هيديله نفس الطعم بتاع الكورنيش بالظبط. عندي طماطميتين كبار وبصلايه كبيره وليمونه وتوم، ولو بتحبوا حراق تقدروا تحطوا جزء من الفلفل الحامي ده،